عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. في يوم من الايام كان في رجل حكيم كان ماشي في البستان بتاعه. فاثناء هو ماشي لقى في شرنقه متعلقه على غصن شجره، وطبعا انتوا عارفين يعني ايه شرنقه. مش عارف يعني ايه شرنقه؟ دوده وهي لسه اول لما بتحول لفراشة قبل ما تطلع الله ينور. حاجه تطلع دوده. الله ينور. هي فعلا هي بتبقى جواها زي ما انت قلت بالظبط كده. فاثناء وهو شايف الشرنقه دي لقاها بتتحرك، فده يدل ان في فراشه هتخرج من الشرنقه دي. فقرر ان هو يقعد وينتظر الفراشه دي وهي بتكافح انها تخرج. فقعد وقت كبير وشايف ان الفراشه دي بتتحرك ببطء ومش عارفه تخرج، فقرر ان هو يساعدها. دخل بيته وجاب مقص صغير وبدا يقص جدار الشرنقه دي بحذر، لكن تفاجأ ان الفراشه دي خارجه ضعيفه، بمعنى لقى الاجنحه بتاعتها منكمشه والفراشه نفسها منتفخه. قعدت حوالي ساعه عماله تحاول انها تطير لكن بدون فايده لغايه ما ماتت. استغرب الراجل الحكيم ده من الموقف ده، لكن في ساعتها جه في باله جمله عظيمه ان الكفاح دايما يؤدي الى القوه. فما تيجي نحلل القصه دي مع بعض. الراجل الحكيم بحسن نيته قرر ان هو يساعد الفراشه دي، لكن في الحقيقه هو ما ساعدهاش، هو حرمها من كفاحها اللي هي كانت محتاجاه. كفاحها ده كان هيخلي السوائل الموجوده في جسمها تبدا تتدفق وتوصل للاجنحه بتاعتها، ومن خلال كده هتبدا تطير. لكن هو حرمها من الكلام ده، حرمها من الكفاح، هو سهل الدنيا عليها. فالخلاصه ان دايما التحديات والصعوبات اللي بتواجهها في حياتك هي اللي بتخليك تقدر على اي حاجه بعد كده. تبدا تتحول لشخص ايجابي، تبدا فاهم اي مشكله تيجي لك تبدا يعني تعرف تحلها. فالواجب عليك ايه؟ اي حاجه تحصل لك في حياتك واجه التحديات دي، لان من خلال انك انت بتواجه هتبدا تحقق القوه الكامنه اللي في جسمك اللي هي جواك. كل بني ادم فينا جواه قوه هو مش عارفها، لازم أن يقع في تحديات وصعوبات عشان يبدا من خلالها ايه؟ ان هو يبدا يعرف ان هو يساعد او يعرف ان هو ينجز اي حاجه في حياته. فبس كده. هو صوروا خامس مره والله. طبعا.